بعد الفيديو ده هتبقى دي الوصفة بتاعتك المعتمدة، هتعمليها كل يوم وانتي واثقة انها ناجحة معاكي ان شاء الله من اول مرة. اول حاجة نسمي الله، وهاتي درق الخلاط بتاعك وانزلي فيه ب4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، يعني تبقي مطلعاهم من التلاجة. وهنزل عليهم كمان برشة من الفانيليا، معلقة صغيرة كده من الفانيليا العادية او الفانيليا السائلة. وهنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من الخل، وعصير نص ليمونة. نص ليمونة عندي هنا بالظبط بيخلي يعني زي المحسن كده، بيخلي لونها فاتح، بيقاوم زفارة البيض، يعني هو اساسي معايا في اي كيكه انا بعمله. هنزل عليها كمان بكوبايتين من السكر. هاخد كل المكونات دي وهبدا اخلطها حلوه قوي في الخلاط لغايه ما يبقى لونها فاتح بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها بكوبايه الا ربع من السكر من الزيت، كوبايه الا ربع من الزيت، زيت يكون نوع كويس ملوش ريحه. هنزل عليهم كمان بكوبايتين من اللبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا ضفت هنا كمان معلقتين كبار من جوز الهند. لو انت عايزاها بجوز الهند، مش عايزه خلاص دي ممكن تستغني عنها خالص. هاخد المكونات دي كلها وهبدا اخلطها حلو جدا في الخلاط. هاجي بقى على البوله بتاعتي فيها 4 كوبايات من الدقيق، نخليهم حلوه قوي، عليهم باكيت كامل بالبيكنج باودر ورشه ملح. مهم جدا اخلطهم حلو بالشكل ده عشان البيكنج باودر يتغلف حلو قوي مع الدقيق. هنزل عليهم بقى بالخليط بتاعي اللي انا ضربته في الخلاط. طبعا شايفين لونه فاتح وعامل ازاي، تحفة. أنا عايزة أوصل للنتيجة دي. هبدأ عندي هنا بالمضرب اليدوي أو بالسباتيولا أو مضرب كهربائي اللي موجود عندك. هبدأ إن أنا أخلطهم حلوة قوي بالظبط زي ما انت شايفة، بهدوء خالص ومن فوق لتحت كده عشان أجيب كل الدقيق اللي موجود عندك في البولة بتاعتك. هجيب الصينية بتاعتي مدهونة زبدة ورشة دقيق، وبنزل بكل الخليط بتاعي. أنا عاملاه النهاردة في صينية 30 في 40 الصينية، يعني أكبر صينية عندك في الصواني اللي بتبقى طويلة بتاعت الفرن. دخلتها فرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. ما بفتحش عليها الفرن نهائيا قبل نص ساعة. بتطلع معاكي الكيك التحفة القمر اللي انت شايفاه ده، حلو جدا جدا، هشة جدا، خفيفة جدا، تجنن. جربيها هتعجبك.